يلا يا ميرو، انا نازله رايحه الشغل. قومي بقى روقي البيت وشوفي اخواتك اول ما يصحوا فطريهم، وشوفي اللي وراكي كله. مش عايزه اجي الاقي الدنيا زي ما هي. يا ماما هو كل حاجة أنا، هو مفيش حد بيعمل حاجة غيري. ايوه يا ميرو، انت الكبيره. امال هقول لي مين يعمل؟ هقول لي ميرا الصغيره؟ هو كل حاجة عشان أنا الكبيرة يبقى أعملها؟ أنا زهقت بقى، يا ريتني كنت أصغر واحدة في البيت. يلا يا ميرو حظك بقى، يلا هتاخريني على الشغل لكاكه قوي. ميرو حطيلي آكل عشان صاحي من النوم جعانة قوي. الله، طب ما تاكلي يا ميرا، هو كمان الأكل أنا هحطهولك؟ انتي ما بقيتيش صغيرة عشان ما أحطلك الأكل. أنا ما عرفت أحط لنفسي بقى يا ميرو. ان شاء الله عنك ما اكلتي، انا هروح اروق البيت عشان ماما ما تزعقليش. والله ما واكله، هقول لماما عليكي. يا اختي قولي لها، دي ماما اصلا مدلعاك وعامله فيكوا كده. قال ايه؟ كل حاجه انت الكبيره انت كبيره، ده انا زهقت من دي عيشه. ما تقوم بقى يا ادم علشان اروق اوضتك. حرام عليك يا نادي، انام شويه. طالما يا اخويا انت عايز تنام وانا الخدامه بتاعتكو، روق انت اوضتك. انت اللي خدامه، سيبيني انام شويه بكده هواي اوضتي. خدي يا ميرو الحاجات دي طلعيها عشان هقابل مروان صاحبي وجاي على طول. هو كمان الحاجة أنا اللي هطلعها؟ هما مش بيقولوا عليك راجل البيت؟ يعني أنت اللي تنزل وأنت اللي تطلع الحاجة؟ ماليش دعوه، هسيبلك الحاجه وامشي. ليه يا ميرو الدنيا ما تروقتش كويس ولا عملتي اي حاجه في المطبخ؟ ليه الدنيا تضرب تقلب كده؟ بص يا ماما، الصراحة أنا زهقت، مفيش غيري أنا اللي في البيت، وكل ده عشان إيه؟ عشان أنا الكبيرة. هو أنا الخدامة اللي عايزني يطلبني؟ بنت، انت ازاي بتردي عليا بالطريقه دي؟ هو ده اللي همك؟ اللي أنا أرد؟ هو انت كده تقعدي تبوسيهم وتحضنيهم وتدلعيهم، وانا اللي مهزقه تقعدي تضربيني؟ ايوه هضربك، ومن هنا ورايح مش هشوفي مني غير اسوأ معامله. يا قليله الادب، انا حقيقي معرفتش اربي. ايه يا بنتي في ايه؟ مالك مستعجله قوي ان انا اجي؟ خليتيني جيت على ملا وشي. شفتي ميرو اللي حصل لها؟ ميرو بقت بتبجح فيا وبترد عليا بقله ادب. انا بجد مش قادره استوعب. انا ما مسكتش اعصابي لدرجه ان انا ضربتها بالقلم. معقوله عملتي فيها كده؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ عايزه تقعد كده، مش عايزه تعمل اي حاجه، مش عايزه تساعدني في اي حاجه، وانا مش هقدر على كده كله لوحدي. مش هي الكبيره؟ مش المفروض هي اللي تساعدني؟ ده انا عماله اكبر بيها واقول لها انت الكبيره وانت قد المسؤوليه، وفي الاخر دلوقتي مفيش اي حاجه بتعملها. طب وايه يعني هي كبيره؟ انت عايزه تفهميني ان هي اللي بتعمل كل حاجه لوحدها؟ انت عايزه تفهميني عشان هي الكبيره معيشاها دور ان هي المسؤوله عن كل حاجه؟ ايوه طبعا، زي ما احنا كلنا اتربينا، الكبير هو اللي بيشيل المسؤوليه، والكبير هو اللي بيعمل كل حاجه، وهو اللي بيذاكر لاخواته كمان. مفروض هي الكبيره العاقله بتاعتي. انت مش متخيله بطريقه تفكيرك دي انت بتدمريها قد ايه، ومش بعيد البنت يكون جالها اكتئاب كمان. اكتئاب ايه وبتاع ايه؟ هي بس عامله الدور شويه وقاعده مع نفسها، مبتكلمش حد وما بتردش على حد، ومش عايزه تعمل اي حاجه. حتى النزول اقول لها تعالي معايا نخرج عند صاحبتي، نتمشوا شويه، ننزلوا نجيبوا شويه طلبات، مش عايزه تنزل. بنت بقت متمرده، مش عايزه تعمل اي حاجه خالص. هي عايشه الدور، بس انا هظبطها وهكسرها وهعلمها ازاي تسمع كلامي. هي البنت نست ان انا مامتها ولا ايه؟ تكسريها؟ هي الامومه عندك بان انت تكسري بنتك؟ بصي، انا جايباكي عشان افضفض معاكي، مش علشان تحرقي لي دم. يا حبيبتي انا صاحبتك، يعني مرايتك، يعني لما اشوفك بتتصرفي تصرف غلط اقولك اللي انت بتعمليه ده غلط، اللي انت بتعمليه ده ظلم وحرام. دي بنتك، حته منك، ازاي تتعاملي معاها بمنتهى الظلم والقسوه بالطريقه دي؟
ليه يا بنتي؟ انت محسساني ان انا بعذبها ولا طول النهار وطول الليل قاعده بضرب فيها؟ هو في ايه؟ مالك في ايه؟ انت عارفة ان انت اللي بتعمليه ده قمة العذاب النفسي وأسوأ من الضرب بمراحل. انت عارفة ان انت لما بتكلفيها فوق طاقتها بتفقد ثقتها في نفسها وفي كل اللي حواليها. انت عارفة لما تشوف اخواتها مرتاحين وهي المفروض تخدمهم، عارفة ان هي ممكن تشك في امومتك ليها. والله اعلم ايه الافكار اللي وصلت دماغها، ولا مين انواع الصحاب اللي ممكن يصاحبوها ويلعبوا في دماغها. وكل ده ليه؟ علشان انتي مش محتوياها ومعيشاها سن مش سنها، وبتديها مسؤوليات مش بتاعتها. جبتلها اكتئاب، ورغم حالتها النفسية وتغيراتها معاكي حاسة ان هي بتتدلع بدل ما تحتويها وتحاولي تفهمي نفسيتها وتعرفي مالها. متزعليش مني، انا اول مرة ازعل منك قوي كده، واول مرة ميرو تصعب عليا قوي كده. اعمل ايه بس؟ المسؤوليات تقيله قوي عليا، ما اقدرش اعملها لوحدي. انا اول مره احس ان انا ظالمه قوي كده. مجرد انك حسيتي ان انتي ظلمتيها يبقى ان شاء الله علاقتك هتتحسن بيها. وزعي المسؤوليات، كل واحد على قد سنه، خلي فيه عدل في البيت، ما يبقاش واحد يعمل كل حاجة وواحد مريح ما بيعملش اي حاجة. احضنيها واحتويها وطبطبي عليها وفهميها ان انتي ما كنتيش فاهمة ابدا ان انتي بتظلميها. عندك حق، انت جيتيلي في الوقت المناسب. شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. العفو حبيبة قلبي، احنا اخوات والحمد لله ان قدرت افيدك. ايه ده يا ميرو؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ يا ماما انت كل شويه بتضربيني وبتعملي معامله وحشه وكل حاجه عليا انا. يا ريتني ما كنت انا الكبيره ولا اتولدت الاول. يا ريتني اصلا ما اتولدت. كل واحد فيهم قاعد وانا اللي عماله اعمل كل حاجه. معلش يا حبيبتي، مسؤوليات كانت تقيله عليا شويه فانا جيت عليكي من غير ما اقصد. بعد كده باذن الله هنوزع المسؤوليات وكل واحد هيشيل مسؤوليه على قد سنه، ومش هحملك مسؤوليه حد تاني الا لو انا مشغوله تساعديني بس شويه. موافقه كده؟ يعني هم يا ماما هيسمعوا الكلام؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، انا هقعد معاهم، واللي هيقوم بمسؤولياته لمده اسبوع له مكافاه كبيره عندي عشان اشجعكم بس. انا بحبك قوي يا ماما. وانا بحبك قوي يا روح ماما، ما تزعليش مني، وانا هقعد معاكم كلكم ونرتب اولوياتنا بعد كده خلاص ونوزع المسؤوليات.